ده سحر الشهية. ده فعلا اللي بيسد الشهية، اللي انا بسميه تكميم معدة طبيعي او بديل تكميم المعدة. مين فينا ما بيجوعش في الشتاء؟ مين فينا الدايت بيبوظ معاه بسبب جوعه الكتير وخاصة بالليل؟ طيب مين عايز حاجة تسد الشهية وتبقى طبيعية ومش مكلفة وفي نفس الوقت حاجات طبيعية؟ اهو ده. طب ايه ده؟ ده سحر الشهية. ده فعلا اللي بيسد الشهية، اللي انا بسميه تكميم معدة طبيعي او بديل تكميم المعدة. طبيعي جدا، موجود في كل حتة، سهل وبسيط، صايم فاطر تقدر تاكله، يشد معاك الشهية، يقدر ياخد 3/4 حيز من المعدة بتاعتك وما يجوعكش. موجود في كل مكان، في الهايبر وفي الماركت، وبتتصنع منه شركات الادويه. الفايبرز اللي انتوا بتشتروها ب 400 و 500 جنيه عشان تحطوها على الميه وتشربوها، ده موجود في العطاره، ممكن تجيبيها ب 20 ل 50 جنيه اقصى حاجه. طيب بيعمل ايه؟ بيساعد على الهضم، بيعالج الامساك اللي بيعمل ثبات وزن مع الدايت، بيقلل سكر الدم وبيخليك سكر الدم قليل، فبالتالي ما بيرفعش الانسولين، بيعمل بلوك في المعده لما بتشرب ميه كتير بعدها، بيقدر يعمل حيز في المعده وياخد حيز من 3/4 المعده بتاعك، فبالتالي شهيتك تقل وجوعك يقل وتقدر تشبع لفترات طويله. اقدر اخده من 2 ل3 في اليوم من غير اي مشاكل، ملوش موانع مع الحمل، مع الرضاعه، مع الضغط، مع السكر، مع الكلى، مع الاطفال اللي عندهم سمنه، كل الناس تقدر تاخده. اقدر اخده على ميه، واقدر اخده على عصير بدون سكر، واقدر اخده على زبادي، واقدر اخده على اي حاجه سايله، بس بشرط اشرب من 2 ل3 بعدها. اتكلمت عليه كتير قوي وسميته بديل تكميم معده. اقدر اضيف عليه حاجات تانية، واقدر اخده كوجبه مش بس كعلاج، يعني اقدر اخده كفطار، واقدر اخده كعشاء، واقدر اخده كمان كسناك. هو ايه ده بقى؟ ده اسمه قشور السيلينيوم. قشور السيلينيوم او سيليوم هاسك. ده موجود في الهايبرز، في السوبر ماركت الكبيره، موجوده في العطارات الكبيره، موجود في الصيدليات على هيئه ادويه كتيره زي السلتاج، زي الاناسيليوم، زي السيلاك، زي ادويه كتير جدا عباره عن قشور سيلينيوم. انا اقدر اخدها بشكلها الخام الطبيعي، موجوده في العطار. اخدها ازاي يا دكتور؟ باخدها على كوبايتين ميه، على سوري كوبايه ميه واحده قبل كل وجبه، بدوبها فيها وبشربها. ممكن اخدها على زبادي وتبقى العشاء بتاعي، واقطع عليها فاكهه ومكسرات وتبقى وجبه عشاء. ممكن اخدها قبل الوجبات كنوع من ادويه، كنوع من سد الشهيه. جربوها وقولوا لي رايكم، وقولوا لي اهم حاجه، اخبار الهضم معاك ايه؟ اخبار الامساك معاك ايه؟ اخبار الشهيه ايه؟ فعلا فعلا ممتاز، وانا بعتمد عليه في العياده عندي.